شركة موبكو، شركة مصر لإنتاج الأسمدة. السهم انخفض السنة اللي فاتت حوالي 61%، وحاليا سعر السهم حوالي 50% أقل من سعره العادل. ورغم كده نسبة سعر السهم للأرباح بتساوي حوالي 18، وده أعلى من متوسط الشركات المماثلة اللي بيساوي 12. ده معناه إن الأرباح مش كتير بالنسبة لسعر السهم اللي اوريدي منخفض. بس الحقيقة النسبة دي ما كانتش عالية على طول، هي بدأت تنط من مارس 2023، وخصوصا لما حصل الاندماج مع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية. سؤال بقى، هل السهم يستحق الصعود ده وكل الدوشة اللي حواليه؟ لحد نهاية 2023 كانت أرباح الشركة 7 مليار جنيه من أصل مبيعات 17 مليار، بهامش ربح 37%. متوقع نمو الأرباح بس بنسبة أقل من السوق، وده مخلي الار او اي او عائد استثمارات حاملي الاسهم في خلال 3 سنين جايه متوقع ان يوصل ل 20%، في حين ان الصناعه دي 31%. بس في تركايه هنا، الشركه مش واخده قروض خالص، رغم انها كانت واخده قروض